انا مش فاهم وين المشكله يا جماعه الخير انه الواحد ينحط في موقف محرج. عادي يا اخي، كلياتنا بنحط في مواقف محرجه، ليش ما نحكي عنها؟ كنت في الجامعه بيتصل علي شاب صاحبي قال بحكي لي طالع مع خطيبته وجايين صحباتها ومستحي يطلع لحاله. قلت له يا بي مسكاني، ايوه ايش بدك؟ قال تيجي معانا. قلت له يعني انت ايش رايك؟ يعني انت بتسال واحد يطلع مع نسوان بدي يحكي لك لا؟ ما طبعا بدي اطلع معاكم واعطيها علبه جلبل كلياتها اشمط لبط في الشعر مع بنطلون ابو 7 كسرات وانطلاق على الكافي شوب. طبعا بخيت عطر، هلا كمان اعطيتها، وصراحه مش عطر، هي كالونيا. عرفت هاي الكالونيا الصفراء، هاي اللي بتبخ منها وبتشرب منها شوي لما ما بصير فيك شيء، اللي بتكون قاعد في الدار بيطلع لك ولد صغير بصير يقول لك جزايز عطر فاضيه، بصير تقول له ايش انت ايش بتحكي قاعد؟ يقول لك جزايز عطر فاضيه بنشتريها باحسن الاسعار، بتشمطوا 15 جزازه عطر بعطيك ليره بالاخير، بتقول له هاي احسن اسعار، بقول لك هاي افضل اسعار، برجع لك بعد اسبوع ببيع لك الكالونيا الصفراء بتبخ وبتشرب وبتضلك طالع مع اصحابك. اوصل الكافي شوب، الشباب قاعدين وابو فيوم دخل عليهم الشاب ابو قميص، طبعا هيك القميص هيك كنت اسكر قمصاني وهيك ويلا روح مكيف على حالي اقعد. كل واحد بيحكي قصه، عادي كل واحد بيحكي قصه، يا اخي تحكي قصه يا اخي، انا ليش ما احكي قصه يعني؟ وين المشكله؟ اجى دوري كالعاده لازم اعك واجيب العيد واخبص الدنيا كلياتها. فقاعد بحكي عن فئه هيك زنخه من البنات، واحده من البنات تشمل هاي الفئه. فانا قاعد بحكي استوعبت انه هاي البنت من ضمنهم، فخلص يعني وعيت انه لازم اسكت، يعني ما بصير خلاص اخرس انخمد، انخمدي يا انيسه انخمدي. فجيت انا بدي اسكت، في نفس اللحظه اللي استوعبت فيها انه ما بصير اتكلم عطست، عادي يعني عطس، كلياتنا بنعطس. طبعا ضروري اشرح شكلي قبل العطسه وبعدها لانه كل الفيديو هون. قبل العطسه كنت عباره عن بني ادم طبيعي، عينين منخار تم، بني ادم طبيعي. بعد ما عطست تغير المنظر، عادي عينين منخار، شايفين هون زلمه صغير نازل لقبل الشفه بشوي وشفايفي. يعني الحين طبعا الحين بيطلعوا لي بنات، اي الله يقرفك ما تحكي على البرابين احنا بنتدخخ ولا مش ناقصين هبلك انت وياها. برفع راسي الا هو الشاب اللي قدامي انجن، شاف المنظر قال لك ايه في عرض هالنقله ولك ايش هذا اللي في منخارك؟ طبعا الشاب بتطلع فيي، لازم اشرح لكم الموقف مش قادر. الشاب بتطلع فيي وبيغمزني انه يعني شيل بعرضك فضحنا يا زلمه. فانا حسبته قصده عن العك اللي انا عكيته، فبدي افرجيه اني فاهم. فهو بيغمز وانا بغمز، بقول له خلص عندي الموضوع، وهو بيغمز وانا بقول له خلص عندي يا زلمه، وقضيناها روح. كله صار يغمز في الكافي شوب، لا انا فاهم ولا هو فاهم، هو يغمزني وانا اقول له عندي ومش عارف ايش. بطلع على البنات، يا اخي البنات منظرهم تغير، هي اللي صارت تطلع في السقف، واللي صارت تطلع في صاحبتها، واللي قرفانه هيك مش طايقه حالها، واللي بتهز في الكافي شوب هيك وبتضحك. ايش مالكم يا جماعه الخير؟ مالكم ايش في؟ طلع يمين تطلع شمال، هو مش طايقني والبنات كل واحده بجهه. انا مش حاس فيه يا اخي، هو لو خبط في الشفه انا كنت حسيت، هاي لعن ابوه من موقف، بس انا ما خبطش في الشف، ضل هون عند الشنب. شايفين الشنب كيلو، كيف بدي احس؟ كيف بالله عليك هذا شنب واحد بيقدر يحس في فرابيره؟ ما مستحيل احس فيه يا جماعه الخير. بطلع يمين بشمال، لسه بعمل هيك اتحرك شمط في الشفه، قلت لهم بس عرفته خلاص هسه بجي لكم اياه. المهم طبعا انت يعني توترت، قصه ايش اسوي؟ قاعد انت مع نسوان وفي زلمه هون بيلعب، ايش بدك تسوي؟ فانت بتعمل هذا الموقف تبع سوري جايز. فمسكت الفاينه على اساس اني انا بدي اشيله، بعمل هيك بسحب، البربور بجاب يا جماعه الخير، قاعد بمط مع الفاينل. ايه مالك؟ انا حسبت انه خلص بتعمل هيك وبتشيله خلص بخلص يومك، لكن هذا طلع موضوع كبير. اشمط شد والبربور بيروح وبيرجع، يلا روح. والبنات صاروا خلص، في واحده صارت تقول لي ايه الله يعرفك ايمو خلص هسه بقيم تخزي راسنا انت، الحين بنجيبه خلص اصبر طولي بالك شوي. هو راضي ينقام معنا، هينا بنقيم فيها بنت الحلال. اشمط شد ولا اشي ظابط. طبعا بالاخير خلص كبعت معي، قلت هي مطوله، طبق درس الفيزياء، الضغط يولد الانفجار على طول، ما في مجال اعطيها هاي اشمط الا هو بيطلع في الفاينه امورك سالكه. لسه بوجه الفاينه زي هيك، انا والله بتذكر والله اني وجهت الفاينه، مش عارف ايش اللي صار معي. اشمط الا هو في كتف البنت
في كتف البنت اللي قدامي. رجعت مرة ثانية صارت تقول لي ايمو، حلي عن سمانة عاد، حلي عن سمانة من اول ما قعدنا وانت ايمو بديش ايمو، يلا كل مع السيارة، هينا انا رايح وبديش ايمو. والكافي شوب قلب فعفلة، النسوان صاروا يركضوا، والزلمة طبعا هذا الزلمة يعني انا عامل فيديو بس عشان اعرف اشي واحد، وين راح؟ ابن الحلال انا اسف، الموضوع صار له 10 سنين، خلاص يا زلمه خلاص عادي، وايش نسوي لك يعني؟ موقف محرج واحنا حطينا فيه. اسمعوا كل واحد يشمط كومنت في هالفيديو موقف محرج خلي الناس تضحك عادي يا زلمه. قال صارت تقول لي ايمو يلعن اختك، بديش ايمو